مسار المملكة ومكانتها داخل المنظمات الدولية. انتخبت فيه المملكة على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اقتراع حصلت فيه على أصوات 30 بلدا من أصل 47 بلدا، والأصوات المتبقية التي لم تتجاوز 17 صوتا عادت لجنوب إفريقيا المنافسة. هو انتخاب برمزية كبيرة خصته المنابر الإعلامية الوطنية والدولية باهتمام كبير. قراءة في بعض من العناوين في تقرير طارق غانم. فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان اعتراف دولي بمصداقيته، هكذا عنونت صحيفة العرب في نسختيها الورقية والإلكترونية. كاتب المقال وصف فوز المغرب بالإنجاز التاريخي يعكس مكانة المملكة في المنظومة الحقوقية الدولية. صحيفة الشرق الأوسط خصصت حيزا هاما للخبر معنونة بالمغرب يقود الهيئة الأممية المرموقة لأول مرة في تاريخه. في ذات المقال المغرب رسخ حضوره الدولي واعترافا أمميا بمكانته، خاصة وأن انتخاب المملكة حظي بتأييد عدد كبير من البلدان. رئاسة المغرب للمجلس تكريس لانتصارات المملكة وهزائم للخصوم. موقع هسبريس اهتم بتحليل أبعاد هذا الإنجاز الجديد الذي يعزز جملة من المكتسبات والتراكمات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة. المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة، عنوان بارز لصحيفة اوبسيرفاتور. المقال أورد التفوق المغربي البين وبفارق كبير على جنوب إفريقيا في سباق الترشح لقيادة المنظمة المرموقة. وانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدرت بخصوصه إشادات دولية، آخرها صدر عن السلفادور التي نوهت بالاختيار الهام والمستحق، مشيرة إلى أن انتخاب المملكة في هذا المنصب الهام سيساهم بلا شك في تعزيز عمل الهيئة الأممية بهدف النهوض بحقوق الإنسان عبر العالم. وأكدت السلفادور عبر وزارتها الخارجية أن تجربة المغرب ستساهم في دعم أدوار هذه الهيئة الهامة لصالح حقوق الإنسان. لتسليط مزيد من الضوء على هذا الحدث ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة الأردنية عمان المحامي فواز الخلايلة. أهلا بك سيدي. إذا انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، ما الرسائل التي يبعث بها هذا الحدث؟ مرحبا بك، واسمحي لي أن أحيي المشاهدين الكرام، واسمحي لي أن أنتهز هذه الفرصة لأبارك للشعب المغربي الشقيق وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي بفوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحصوله على 30 صوتا من أصل 47 دولة عضو في هذا المجلس. وبداية لا بد من الإشارة أن هذا الإنجاز لم يأتي إلا نتيجة مكانة المغرب الوازنة على المستوى الدولي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي عمل منذ توليه العرش على ترسيخ نموذج ديمقراطي يستند إلى قيم العدالة والتسامح والحوار واحترام حقوق الإنسان. فأصبحت هذه القيم نهجا ورؤية وثابتا من ثوابت الدولة المغربية. ومن المؤكد أن لهذا الإنجاز المهم دلالات لا بد من الإشارة لها. أولها أن المغرب يحظى باحترام وثقة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي نتيجة سياسته الخارجية التي تتميز بالتوازن والمصداقية والاشتباك والتدخل الإيجابي دائما في حلحلة النزاعات من خلال الحوار والوسائل السلمية. أيضا هذه شهادة واعتراف دولي بمصداقية منظومة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والقانونية التي حققها المغرب، وخصوصا في مجال حقوق الإنسان، وأن هذه المنظومة الإصلاحية المغربية هي محل تقدير
تسمعني سيد الخلايلة؟ 10 دول. إذا لنتمم هذا الحوار، ربما هناك بعض الأعطاب التقنية في الاتصال عبر الإنترنت. يعني في وضعية انتخاب المغرب كان في وضعية قسمت فيها أصوات دول القارة الإفريقية بين بلدين إفريقيين، حيث إن المجموعة الإفريقية التي كان دورها هذا العام دورها في تقديم المرشح لرئاسة المجلس لم تتمكن من الاتفاق على اسم واحد. في هذه الوضعية المنقسمة انتخب المغرب بفارق كبير، هذا أيضا تأكيد بالإضافة إلى ما ذكرته على مكانة المغرب كممثل للقارة وحامل لهمومها وقضاياها للقارة الإفريقية تحديدا. نعم، هذه مؤشر ودلالة واضحة على مكانة وأهمية المغرب على المستوى القاري، حيث أن المغرب يساهم بشكل فاعل في كل القضايا التي تتعلق بالقارة الإفريقية. وكذلك هناك ما هو مهم أن نشير له، أن المغرب يسير بخطى ثابتة ومتوازنة باتجاه مستقبل أفضل، سواء على المستوى القاري والإفريقي نتيجة على المستوى الإفريقي والدولي، نتيجة تهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي على المستوى الوطني الذي أفضى إلى تطورات مهمة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني يساهم فيها المغرب بالقارة الإفريقية أو على المستوى الدولي. وبالنتيجة نحن نرى النتائج الإيجابية تتحقق هذا اليوم من خلال انتخاب المغرب لهذا المنصب المهم على المستوى الدولي. طيب، بالنظر إلى آلية مجلس حقوق الإنسان ضمن المنظومة الأممية، مكانة المغرب العالمية كبلد مشهود له باعتماد مقاربة أساسها الحوار والنقاش وله نهج ومرجعيات ثابتة فيما يخص تسامح الأديان ومثل مكافحة الكراهية والعنصرية، ربما هذه المكانة ستمكن المغرب من المساهمة أكثر في حل القضايا التي تتطلب الكثير من النضج والحكمة. هذه حقيقة، هذا هو ديدن المغرب، وهذا ما يعمله المغرب دائما، أنه دائما يتدخل بشكل إيجابي على حل الإشكالات المعقدة. وأعتقد أن المغرب بما يمتلك من قيم وتاريخ وثقافة إنسانية كبيرة وحالة من التسامح الإنساني وبما له من احترام كبير على مستوى العلاقات الدولية، أعتقد أنه سيعمل بشكل جاد على تطوير هذه الهيئة والمنظومة لتأخذ دورا أكثر فعالية في تحقيق أهدافها والنهوض بشكل فعال بحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والعدالة. وأيضا أنا بصفتي مواطن عربي اسمحي لي أن أقول أتمنى أن يكون المغرب مساهمة فاعلة بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى العربي، وسيما أن الإنسان العربي يبدو الأقل حظا في هذا الجانب. شكرا لك السيد فواز الخلايلة المحامي الأردني، كنت مباشرة معنا من العاصمة الأردنية عمان. شكرا لك. مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية شكل محور الملتقى المغاربي بالعيون. المشاركون شددوا على أهمية ووجاهة المقترح المغربي في طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وطي هذا النزاع خطوة مهمة على طريق إحياء الاتحاد المغاربي. من العيون نتابع ريبورتاج يوسف الشوزهير هنا. يدا في يد من أجل المساهمة في الدفع من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الإقليمي المفتعل حول الصحراء من خلال دعم مشروع مقترح الحكم الذاتي، هي رسائل المشاركين في الملتقى المغاربي بالعيون الذي ضم سياسيين وأكاديميين وحقوقيين الذين يمثلون دوله الخمس. اليوم نجدد العهد مع هذه المدينة لنعلن من الجديد عن دعمنا لهذا الحل السياسي، ولقائنا اليوم مع إخواننا من جميع الدول المغاربية، ومن أجل أن نتحمل المسؤولية جميعا نحو الدفع
بهذا المشكل إلى طيه في المستقبل القريب. المغرب عبر عن نية صادقة في مقترح الحكم الذاتي، يعبر ليس فقط للشعوب المغاربة بل للعالم أجمع، إنه حريص كل حرص على الشرعية الدولية وعلى احترام السيادة الترابية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها: الملك محمد السادس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته التاريخية للإمارات. والآن إلى التفاصيل. حطت الطائرة الملكية يوم أمس الخميس بمطار الرباط سلا وعلى متنها الملك محمد السادس وعدد من أفراد عائلته الشريفة. وكان العاهل المغربي قد غادر أرض الوطن مطلع دجنبر الماضي نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع جلالته اتفاق شراكة تاريخية مع رئيس الدولة الخليجية الشقيقة. ومدد الملك محمد السادس مقامه بشبه الجزيرة العربية لأسابيع أخرى. كما شوهدت الطائرة الملكية بمطار السيشل أيضا خلال الفترة السابقة. هذا كل ما لدينا، حفظ الله مولانا الملك محمد السادس وأبقاه ذخرا وملاذا لهذه الأمة المغربية. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش ديروا جيم والاشتراك في القناة.